السلام عليكم حبايب قلبي، اخبار حضراتكم ايه؟ يا رب تكونوا باذن الله كده بالف خير. النهارده يا غالين باذن الله هنعمل مع بعض القرنبيط المقرمش الحلو ده اللي هيعجب حضراتكم جدا، ومش هنكلف نفسنا قوي. يعني انا نزلت النهارده جبت القرنبيطه سعرها رخيص. بصوا يا غاليين، انا عايزه برضو اعرفكم عشان انتوا حبايبي شايفين القرنبيطه الحلوه دي ما شاء الله، دي سعرها انا جايباها ب 10 جنيه. انا قلت برضو اعرفكم الاسعار. هنكلف بقى ايه اللي هنتكلفه ونطلع احلى قرنبيط باذن الله. انا عندي هنا كوبايه دقيق، معلقتين نشا، وعندي بيضتين، وهنا وحزمه بقدونس، ومعلقه ملح، والبهارات بقى اللي عندي فلفل اسمر، معلقه كزبره، معلقه كمون، معلقه توم باودر. بصوا يعني نص معلقه بيكنج باودر، وطبعا الشطه ديت للي حابين. كمان انا عندي اللي هيخلي بقى السر يخلي طعم القرنبيط كده حلو وكمان مقرمش. انا هنا جبت برضو كوبايه دقيق وحطيت عليها معلقتين نشا وعليهم معلقه بالظبط نص معلقه بيكنج باودر. مش هنكتر اكتر من كده. ايه رايكم بقى في التكلفه البسيطه دي؟ وهنطلع باذن الله احلى قرنبيط. انا حاطه على البوتاجاز الميه تغلي. طب تعالوا نعمل بقى الخلطه بتاعتنا قبل ما نسلق القرنبيط. هنا كده انا هحط في البوله دي، هحط كل المكونات بتاعتي. هبدا احط كوبايه الدقيق اهي، هحط عليها كمان معلقتين نشا او معلقه نشا كبيره، واحط بقى البهارات اللي انا قلت لحضراتكم عليها، واحط معلقه الملح. اتفقنا كده يا غاليين؟ هقلبها بس كده تقليبه بسيطه، يعني المكونات بس اقلبها حاجه بسيطه كده اهي مع بعضيها. وهبدا بقى اسمي بسم الله. هاخد البيضتين الحلوين بتوعنا دولت، اعملهم بس كده الاول بالمضرب قبل ما احطهم على الخليط الحلو بتاعنا ده، وهسمي بسم الله. نسيت بقى ان انا اقول لكم انا معايا كمان كوبايه ميه دافيه اهي. هحط كده واشوف انا هاخد قد ايه، وكمان هحط عليهم شويه البقدونس الحلوين دولت اهمت كلهم كده، وهسمي بسم الله بقى كده، واضرب الخلطه بتاعتنا دي كده بالمضرب. عايزينها تطلع احلى كمان والعجينه بتاعتها تبقى حلوه. بعد ما اعملها بالمضرب كده احطها في الخلاط او في الكبه واديها ضربه بسيطه كده عشان يبقى الخليط بتاعنا ده ناعم. بصوا يا غالين، هي كده هتحتاج مني كوبايه الميه اهي. هقلبها بس برضو قدام حضراتكم قبل ما اضربها في الكبه، عشان انا عايزه اقول لكم السمك بتاعها يبقى قد ايه. مش عايزينه لا تخين قوي ولا برضو السمك بتاعه خفيف قوي. عارفين سمك الكيكه كده؟ اتقل من الكيكه حاجه بسيطه. بصوا يا غاليين، حلوه قوي كده. شايفين يا ولاد اهي؟ والريحه بتاعتها حلوه قوي قوي قوي. اروح بقى انا اضربها الاول في الخلاط عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم تاني يا غاليين. بصوا حبايب قلبي، انا كده ضربتها انا ضربتها في الكبه. بصوا ما شاء الله، لما بتنضرب غير لما بنبقى حاطينها على بعضيها كده. مش عايزين البقدونس ينزل مننا في الطاسه واحنا بنقلي القرنبيط. لكن بصوا ما شاء الله كده. وايه رايكم بقى؟ شايفين السمك بتاعها حلو ازاي؟ هسمي بسم الله بقى كده. انا كده عملت الخليط بتاعه اهو. وانا عندي هنا زي ما قلت لحضراتكم انا حطيت كوبايه دقيق، وزي ما قلت لكم حطيت النشا وحطيت معلقه البيكنج باودر. هقلبه بس مع بعضيه تقليبه بسيطه كده عشان بقى نستعد ان احنا نروح نسلق بقى القرنبيط. ايه رايكم كده؟ ده سر القرمشه بتاعته. والخلطه اللي انا قلت لحضراتكم عليها دي ريحتها حلوه جدا بامانه. جربوها بس باذن الله هتقولوا لي حلوه قوي يا ام محمود. وحبايبي بقى ما ينسونيش في اللايك بتاعهم الحلو ده. اللايك ده بحس ان انا كده عندي كده طاقه ان انا عايزه اعمل فيديوهات اكتر. فنسمي بسم الله ويلا بينا بقى غاليين نروح نسلق مع بعض. بصوا حبايب قلبي، احنا جينا كده خلاص اهي الميه غليت. انا حطيت عليها بس اللي حطيته عليها معلقه ملح، وحطيت عليها كمان ربع معلقه كمون. وهبدا بقى كده اسلق الظهر كده بتاع القرنبيط. مش عايزه اسلوه قوي، يعني كفايه قوي كده 3/4 سوا او نص سوا كمان، وناخد الربع التاني بقى كده في التحمير. بيبقى طعمه احلى لما بيبقى مقرمش اكتر. مش عايزين نهريه. اتفقنا يا غاليين؟ هطلعه بقى انا كده من الميه. وبعد ما اطلعه من الميه، لا اما حاجه من الاثنين، يا اما نحطه في ميه ساقعه عشان نقلي على طول، لا اما غاليين ننتظر لما يبرد. بس طبعا بنبقى مصفيينه وحاطينه في مصفى. ايه رايكم بقى كده؟ هكمل انا بقيه القرنبيط بتاعي، واول ما يتسلق هرجع لكم تاني حبايب قلبي. حبايب قلبي كده ما شاء الله السليب ده حلو قوي. زي ما اتفقنا يا غاليين، احنا مش عايزين نسلقه قوي. وشايفين انا جايبه ميه بتلج اهي. لو احنا مستعجلين مفيش مشكله، لو احنا سيبناه عادي نسمي كده بسم الله. هكمل بقى بقيه الكميه اول ما احطه في الميه، قبل ما احط الكميه التانيه اللي ما اتسلقتش يا دوبك احطه في الميه كده. اوريكم كده حبايبي اهو، يا دوبك كده
وابدا بقى على طول كده اشيله على طول واصفيه بمصفى. بصوا حبايبي هبدا بقى كده اهو انشل على طول كده او اشيل على طول كده. بصوا بقى ما شاء الله الزهره ماسكه نفسها ازاي. بصوا السليق بتاعها حلو ازاي، مش عايزين نهريه اكتر من كده. كده ما شاء الله مجرد ما هتحطوا في المصفى يصفوا بس الميه بتاعتهم، نبدا بقى نقلي على طول واحنا ما شاء الله مجهزين الخلطه بتاعتهم. بصوا ما شاء الله الكميه حلوه قد ايه. هكمل بقى الباقيين وارجع لكم تاني. حبايب قلبي احنا كده خلاص طلقنا الزهره بتاعت القرنبيط. طبعا انا حطيتها في ميه متلجه وصفيتها. بصوا ما شاء الله، ايه رايكم في الجمال ده؟ هنبدا بقى نسمي بسم الله. طبعا انا عندي الخلطه بتاعتي، انا هاخد بس القرنبيط كده اوسع لنفسي. هبدا بقى كده يا غاليين اخد واحده زهره القرنبيط كده احطها بقى في التتبيله بتاعتنا الحلوه دي اهي. بسم الله. وبالراحه بقى كده اهو، احاول ادخل كل الخليط ده كده جواها. احنا بعد كده هنحطها في الدقيق. الدقيق بقى دوت بالنشا يعني ربع معلقه كربوناتو بتدي حاجه يعني كده وهم من الاخر. اجيب شوكه كده اطلع بيها. هبدا بقى بصوا كده اصفيها كده حبايبي من الخليط بتاعها اهو على قد ما اقدر كده، واحط فين في الدقيق برضو معايا كده اهو، واسمي بسم الله كده. عايزاها تبقى كلها فيها من التتبيله الحلوه بتاعتنا. ريحه التوم على فكره البودر مديها ريحه حلوه قوي، والثوم الفريش حلو قوي. الثوم البودر ده اللي انا كنت عاملاه مع حضراتكم شوفوا من فتره طويله ساعه ما جبنا الثوم، انا لسه عندي كميه منه لغايه دلوقتي. ريحته حلوه قوي كمان اهو. هسمي بسم الله كده، اعمل شويه حلوين اتبلهم وارجع بقى اكمل ايه شويه تاني. وهبدا بقى غاليين كده احط الدقيق. هاخد بقى دقيق بالتتبيله الحلوه النشا حاجه بسيطه قوي كده من الكربوناتو اهو، وابدا اعمله كده. بصوا حبايبي اهو اهو، وابدا بقى انفض كده اهي. ايه رايكم بقى كده اهي، واحطها واخد غير قبل ما اروح بس على الطاسه كده. انا طبعا دلوقتي حاطه الزيت على البوتاجاز، بس هعمل بس كام واحده كده ونروح مع بعض بقى نقلي القرنبيط بتاعنا الحلو ده اهو ونفضها كده. ايه رايكم كده؟ حط بقى هكمل الباقي ويلا مع بعضينا نقليه. بصوا حبايب قلبي انا حطيت كده الزيت ما شاء الله كده قدح اهو. هسمي بسم الله بقى كده واحط كده الزهرات بتاعتنا. طبعا انا حطاها هنا في المصفى دي عشان اصفي منها الدقيق اللي فيها، لان الدقيق دوت بيحرق الزيت، فاحنا مش عايزين دقيق تاني في الزيت. بسم الله. كمل بقى كده الزهرات بتاعتنا الحلوه دي، شويه قرنبيط عسل باذن الله. ايه رايكم؟ حاجه هي مش غاليه، وبدل ما نحط بيض كتير طب ما احنا بيضتين اهوت ما شاء الله هنقلي كميه حلوه هوريها لحضراتكم. مش هقلبه بقى يا غاليين غير لما الوش بتاعه يحمر. ايه ده حبايب قلبي؟ ايه رايكم بقى؟ اللون كده حلو قوي. انا بس عايزه اسمعكم، سامعين صوته؟ ما شاء الله شايفين؟ ما شاء الله جميل جميل جميل. واحلى حاجه انه مشطري كده مقرمش روعه ملوش حل. هطلع بقى الكميه الحلوه ديت واكمل الباقي وارجع لحضرتك. حبايب قلبي ايه رايكم كده بعد ما خلصنا القرنبيط بتاعنا الحلو؟ وما شاء الله سامعين ما شاء الله بصوا مقرمش ازاي. ودول بقى قرصين كده انا عملتهم ببقيه الزهرات الصغيره كده مع البيض، عملتهم قرصين حلوين يستاهلوا بقكم الحلو. اشوفكم بقى يا حبايب قلبي باذن الله يا رب في فيديو جديد. وقبل ما انهي الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم كل جديد. اسيبكم يا غاليين في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.